كل يوم بيعدي علينا بنكتسب حاجة جديدة، معلومة أو إزاي بنتصرف، أو بالمعنى الأصح بنكتسب الخبرة. خبرة في الحياة قبل ما تكون كمان في الشغل. مع تطور المجال يوم عن التاني بنحتاج اللي يفهمنا إزاي نواكب التطور ده. والأهم من الرحلة هنا مين هيبقى معاك فيها. قبل ما يحصل أي توهان إحنا جبنا لكم النهاردة رفيق للرحلة دي، مواقف وخبرات ترشدنا مش بس تتعلمنا. وطبعا كل ده هنلاقيه في حلقة النهاردة من مشاكل جرافيك. وطبعًا إن إحنا بنحاول نبقى مميزين كل حلقة، وكل حلقة تبقى مختلفة عن التانية، ومع الاختلاف ده بيبقى اختلاف كمان في الضيوف وفي الناس اللي إحنا بنحب إن إحنا نتكلم معاهم ونستفيد منهم. فالنهارده معانا باشمهندس ياسر سامي. إحنا مبسوطين جدًا إن أنت بتسجل معانا النهارده في السيزون الجديد من مشاكل جرافيك. الأول هارحب بيك بقى والحاجات دي كلها، الحاجات المقدمات دي الأول قبل ما ندخل في أي سؤال. أنا شاكر ليك يا هاجر، وسعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة. وزي ما دايما بنحب في الكوميونتي بتاعنا إن إحنا نتواصل، لأن أهم شيء هو اللي بيميزنا أو هيخلينا نطور من نفسنا دايما، إن إحنا نتواصل مع بعض ويبقى في كوميونيكيشن كده باستمرار، يعني نتبادل فيها الخبرات ونتعلم فيها من بعض. فشكرا ليكم، أنا بشكركم، وشكرا لتواجدي معاكم النهاردة. كالعادة انت والله ده نسياني إحنا اللي طبعا، عايزين يعني انا نأهل كالعادة استني بس، انت لأ. كالعادة كالعادة طبعا انت بتدخلي كل مرة بتتكلمي ونسياني خالص. انا مهمش في الموضوع ما ده. هو طبعا بجد. ينفع كده يعني العريس بجد. يا لا، ما بجد. ينفعش زي ما نسيتي اسم العروسة وبدلتيه في الغلطة اللي عملتيها. لا، ما ينفعش. ما ينفعش تنسي بتعملي غلطة ده زي دي. يا نهار أبيض، دي كانت في أول حلقة أنا قلتها دي ولا تاني حلقة؟ يا اه نهار ده ايوه، انت انا أبيض. فاكر، ده سمعتها انا في الراجل اول حلقة. مذاكر، ده الراجل مذاكر. ايوه، انا بقول مذاكر لك. البودكاست. انا مع هاجر هنا يا جماعة والله، وبرحب باشمهندس ياسر طبعا. والله منورنا هندسة، واحنا تقريبا متكلمين على البودكاست ده من فترة كبيرة والله، وكل مرة بقالنا يعني فترة فعلا، يعني انا اول ما كلمتك يعني انت ايه رحبت جدا وقلت يلا ويلا بينا ندوس ومش عارف ايه. فانا مستني اليوم ده من زمان بصراحة، فكويس ان احنا يعني الحمد لله ظبطنا يوم، واهو الحمد لله احنا اتقابلنا يعني. الحمد لله الحمد لله. احنا كنا أصلا هندخل في الأسئلة، بس قبل ما ندخل ونتعمق أكتر بقى في مجال أو أي سؤال اللي احنا كنا هنجيبها الأول بالتدريج من الأول، يعني الحاجات اللي هي الخفيفة دي، مجال الدراسة كان إيه، والحاجات اللي على الهادي دي الأول. تمام. من البداية كده أعرفكم نفسي. أنا اسمي ياسر سامي. طبعا أنا مواليد 85، عجوز شوية، متزوج وعندي ولدين وبنت الحمد لله. ربنا يخليهم لك يا رب. أنا طبعا مجال دراستي كان بعيد خالص عن المجال اللي أنا اشتغلت فيه، مجال الجرافيك ديزاين. بس أنا عندي الحب وشغف كبير جدا من صغري، يعني أنا من وأنا صغير بحب جدا الرسم والتلوين والفن عموما يعني. فطبعا أنا كنت بتابع الخطاطين مثلا، هم بيعملوا اللوحات الإعلانية في الشوارع اللي بيكتبوها طبعا على الحيطان. لان طبعا كان زمان دي وسيله الاعلانات المعروفه يعني المنتشره. اليوفط اللي كانت بتتعمل على القماش في الانتخابات وفي غيرها. فكانت ما كانش طبعا لسه بقى الجرافيك ديزاين بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. ما كانش فيه معرفه قوي بالبرامج فوتوشوب والبرامج ديت. فطبعا مم. عشان ده يعني بالنسبه لي هو شغف. كان في حد يعني قريبي عنده مطبعه، فانا بدات نزلت معاه اشتغلت معاه في المطبعه. طبعا كان لسه بقى بدايتنا بنطبع على السلك سكرين. كان في يوفط خشب تتعمل على السلك سكرين. طبعا للناس اللي ما تعرفش السلك سكرين او اللي ما عندهاش خلفيه بيه، اللي هو طبعا بيبقى ايه عباره عن شابلونه كده وبتتعمل على شاسيه خشب، مم. وبتتعمل بشابلون بكلك كده واحد لون. يعني هو الطباعه بتبقى واحد لون على حسب الحبر اللي انت حاطه في السلك سكرين. فطبعا ايه في الفتره ديت بعد ما اتعلمت بقى التنفيذ، يعني فكره ان انت تعمل حاجه وتنفذها قدامك، تشوفها وهي بتتنفذ قدامك. لحد ما واحده واحده بقيت طبعا ايه بشوف البرنامج الفوتوشوب ده، يعني الناس وهي شغاله عليه، مصممين وهم شغالين عليه، كنت بقى نفسي ان انا اتعلمه. بس طبعا كان في الفتره ديت يعني ايه عندي رهبه كده منه شويه.
طبعا لحد ما اتخرجت بقى من الكلية وخلصت جيشي وسافرت على الإمارات. كنت شغال في دبي. بعدت شوية عن المجال، عن الديزاين، يعني ان انا اشتغل في الديزاين، لكن طبعا بحكم الشغل اللي انا كنت فيه فكنت بتعامل مع المطابع ومع يعني انا كنت شغال في شركة بتعمل منتجات وكده، فكان بنحتاج ان احنا نصمم عبوات والحاجات دي، فكنت انا اللي بتعامل مع المطابع بحكم ان انا عندي خبرة. فواحده واحده بدأنا بعد كده محتاجين ان احنا نعمل تصميمات للسوشيال ميديا. الكلام ده كان في 2010. فبدأت ان انا افتح البرنامج تاني بقى لحد ما حصل دروب كده في الشغل معايا في دبي. انا خلاص يعني سبت شغلي وكده، فمش عارف اعمل ايه. فقلت خلاص يبقى انا ايه، هرجع للحاجة اللي عندي فيها شغف واللي انا بحبها من زمان، وارجع اتعلمها تاني واطور نفسي فيها. بدأت بقى اتعلم من كان في مهندسة اسمها مهندسة سمر صبحي عليها رحمة الله. كانت عامله كورس، كان على المنتديات بقى، كان مدونات ومنتديات وحاجات زي كده، ما كانش لسه بقى اليوتيوب. فبدات اتفرج على الفيديوهات بتاعتها. ربنا يجزيها خير ويجعله في ميزان حسناتها، يعني كانت عامله شغل كويس جدا. فكان اول بدايه بقى اسمع عن برنامج الاستليتور. طبعا في الامارات الفوتوشوب، وهو بره مصر، هو عامه في مصر هي موضوع الفوتوشوب ده الظاهر وهو اللي غالب على اي حد بيحب يتعلم مجال الجرافيك ديزاين او يشتغل جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاينر بيبقى يتعلم الفوتوشوب. لكن بره لا، عندهم الاستليتور وبرامج تانية يعني. فبدات اتعلم الاستليتور سيلف ستادي، يعني كان كله في البدايه سيلف ستادي. بعد كده اتعلمت بقى على اليوتيوب بقى، لما بدأ اساتذتنا زي استاذ محمد خيال ونور حمصي وناس كتير بدأت تنزل على اليوتيوب، بقيت برضو اتابع. فكل اللي انا اتعلمته في الفتره دي كان سيلف ستادي. يعني انا بدايتي في المجال كان من التنفيذ، بخلاف ناس كتير بتبدا في المجال انها تبدا تتعلم البرامج، تتعلم الادوات. لا، انا كنت بادئ من التنفيذ لحد ما بدات بعد كده اتعلم البرامج واتعلم الادوات. ومش بس البرامج والادوات، بدات ادرس اكاديميا كمان. كنت بسمع بقى طبعا لنور حمصي بيتكلم على البرنسبلز والاساسيات والقواعد بتاعه التصميم والكلام دوت. يعني الحاجات اللي الواحد كان بيتعلمها ما كانتش بتساعده ان هو يطلع التصميم بالشكل الكويس غير لما يعرف الحاجات دي، يعرف القواعد والاساسيات اللي بيمشي عليها التصميم. واحده واحده الحمد لله برضو ايه طورت من نفسي لحد ما نزلت بقى طبعا في مصر وفتحت الشركه بتاعتي واشتغلت بقى في مجال الدعايه والاعلان. طبعا كان يعني زي ما انا اتعلمت وعلمت نفسي بنفسي، كنت دايما عندي شغف، نفس شغف برضه تعلم المجال. ان انا الشغف بقى ان انا اعلم الناس، يعني اجيب ناس. كنت طبعا بشوف مثلا حد هو حابب المجال، فبيعمل ديزاين مثلا لكفر للصفحه، بيعمل ديزاين ليه، هو بيعمل ديزاين لجروبات مثلا بيعمل لها الكفر بتاعها مش عارف ايه. فاتواصل معاه واقول له تعالى اشتغل معايا. فكنت دايما بجيب الناس اللي هي فريش خالص في المجال واعلمهم وادربهم من اللي انا اتدربت عليه، اللي انا اتعلمته. ساعدني بقى طبعا خبرتي اللي كانت موجوده في التنفيذ وفي التصميم ان انا اقدر انقل لهم الخبره دي. فالحمد لله كان في ناس كتير استفادت من الخبره ديت وعلمتهم. انا طولت في المقدمه انت فاعذروني. ما سبتلناش اي حاجه نسال عليها، احنا ممكن المفروض نقفل دلوقتي. احنا كده المفروض، ايوه بالظبط. لا لا، ممكن اتفضلوا معاك. ممكن نقفل دلوقتي، انت قلت كل حاجه. طب انت عايز تسأل حاجة قبل لا، انا كنت. ما تنسى او اي حاجة؟ لا 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 لا، زي الفل. في كذا حاجة لفتت لي انتباهي من الكلام اللي حضرتك قلته. يعني هي أول حاجة إن برضه كانت البداية في مطبعة، لأن الكلام ده على طول باشمهندس محمود بيقوله، اللي عايز يبدأ بيبدأ في مطبعة، اللي عايز يبدأ بيبدأ في مطبعة. فتقريبا معظم الناس اللي بنتكلم معاهم بتبقى بدايتهم برضه في مطبعة. فأنت يعني وجهة نظرك إيه في الموضوع ده؟ موضوع إن أي حد عايز يبدأ في المطبعة ده. خلينا نشوف وجهات نظر مختلفة. يعني أنا لقيت الكلام كله متشابه، فأنا نفسي أشوف كلام مختلف عن الموضوع ده، بس تقريبا كلكم زي بعض في الآراء. لا، هو هتلاقينا متفقين في الموضوع ده جدا، وخصوصا اللي عايز يبقى متميز فعلا يبدأ بالتنفيذ، يبدأ بالطباعة. في المطبعة يعني أنا يعني في موقف كده هذكره. كان في حد جه يشتغل معايا أول ما نزلت طبعا من الإمارات، فقال لي يا باشمهندس أنا عايز أجي أشتغل معاك وكده. فقلت له أنا الشغل أنا معايا مصمم فمش محتاج حد، بس أنا هنصحك نصيحة وأنت هتدعي لي عليها بعد كده. فقلت له أنا هبعتك لمطبعة. مطبعة ديت بالمناسبة هي نفس المطبعة اللي أنا بدأت فيها يعني. فقلت له هبعتك لمطبعة تروح تشتغل فيها شهر شهرين، أمورك هتبقى تمام، هتتعلم وهتاخد خبرة فيها كويسة.
وبعد كده لو انت حابب بقى تشوف شركه تانية او يعني طبعا المنطقه اللي احنا كنا فيها في الاقاليم، فقلت له لو انت عايز تروح القاهره، لو عايز تروح تشوف شركه تانية كبيره في مركز المحافظه او كده، فوديته للمطبعه دي تشتغل فيها. في البدايه هو كان بيدعي عليا، يعني انا ما هو طبعا يعني مش في وشي يعني، بس اكيد هو كان بيدعي عليا، لان طبعا الموضوع كان بالنسبه له انا عارف شغل المطابع متعب جدا ومرهق جدا، لان انت بتبقى طول الوقت لازم تكون قدام الجهاز، بيجي لك عملاء باستمرار، يعني مش مجرد ان انت فكره وبتنفذها وخلاص، لا ده انت بتبقى شغل تجاري، فانت محتاج دايما باستمرار تكون قاعد ومركز وبتعمل ديزاينات باستمرار. فالحاجه دي انا شايف ان الاسترس ده او الضغط اللي بيبقى عليك هو ده اللي بيعلمك، هو ده اللي بيخليك تطور من نفسك، هو اللي بيزودك بالخبره الحقيقيه. فبعد فتره ربنا كرمه، بعد فتره اشتغل فعلا في شركه في شبين، وبقى يدعي لي بقى، يعني في الفتره دي فعلا هو ده كان بيقول لي والله انت كتر خيرك ان انت عملت معايا كده، لان فعلا لولا الفتره اللي انا اشتغلت فيها في المطبعه انا ما كنتش هكتسب الخبره دي. بعد كده ربنا كرمه وسافر الكويت واشتغل في الكويت، وهو دلوقتي ما شاء الله يعني ربنا كرمه جامد يعني. فانا شايف ان الطباعه ومحمود اكيد هيتفق معايا في الموضوع ده، اتفق جدا. الطباعه بالظبط، لان الطباعه فعلا بتخليك يعني انت بتبقى انت عندك يعني بنسميها ايه، شغف او مش شغف، يعني حماس ان انت عايز تشوف الحاجه بتاعتك وهي متنفذه. بالظبط. فبتبقى طبعا مجرد ان انت تشوفها وهي متنفذه ده بيديك احساس جميل جدا. يعني انا اذكر ان كان في حد من المتدربين اللي معايا اول مره يعمل ديزاين، هو طبعا ما كانش برضه عنده خبره، هو كان خريج فنون جميله، بس هو ما عندوش خبره خالص في الفوتوشوب ولا الاستيليتور ولا الكلام ده. كان عارفهم طبعا دراسه بس كده، لكن ما كانش بيشتغل عليهم. فاول ما جه اشتغل معايا بدا يشتغل على البرنامج، فعمل ديزاين، والديزاين ده اتطبع تمام. اول ما اتطبع قال لي يا باشمهندس معلش ممكن اخد هي كانت عبوه، كانت بوكس كده لعلبه ادويه يعني، فقال لي ممكن اخد واحده منهم معايا البيت. قلت له ما فيش مشكله يا محمد، عادي خدها معاك. فهو كان مبسوط جدا وسعيد ان المنتج بتاعه او التصميم بتاعه اتنفذ قدامه. فهي من كذا زاويه، يعني من كذا ناحيه، ان الحاجه دي انت بتشوفها وهي متنفذه قدامك، فده بيديك احساس، يعني الحاجه ملموسه او ماديه كده في ايدك، بيديك احساس جميل، بتحس انت احساس كبير، يعني احساس حلو جدا ان انت ايه شايف حاجتك وهي متنفذه. الحاجه التانيه موضوع ان الاخطاء بتاعتها زي ما محمود ذكر قبل كده، سمعته قبل كده قال الموضوع ده اخطاء بتاعتها بفوره. مم. فانت لو انت مش مركز او اخطات في حاجه، او انت مش مظبط البليد بتاعك، او انت مش مظبط لو انت مثلا بتعمل منتج او عبوه ومش عامل مكان الريجه مثلا اللي هتتعمل هنا، انت عامل الديزاين بتاعك سايبه بعيد شويه، عامل هوامش او الكلام ده، والمنتج ده اتنفذ. يعني في مره كان في حد عمل تصميم معايا عبوه، كان في جزء كده المفروض ان في لسان من العلبه بيتقفل من فوق، فكان في تحت اللسان بتاع العلبه ده دايره كده، فالدايره دي اترحلت شويه. طبعا ايه احنا يعني عملنا معجزه مع العميل عشان يوافق بيها، هو طبعا كان يعني بيدقق جدا في المواضيع دي، فطبعا كان في مشكله كبيره مع العميل، وعلى ما ايه يعني بالعافيه جدا على ما رضي ياخد الحاجه دي، مع ان الخطا ايه يعني حاجه بسيطه جدا، الترحيل كان في مليات يا محمود، انت اكيد مم. فاهمني في الموضوع اه ده. والله انا معاك. انا بص، انا حاسس بيك والله وانت بتتكلم اللي انت بتقوله كله يعني. انا مريت بالمرحله دي كلها، ومريت بالمشاكل بتاعه الطباعه لا ده والعميل بتاع مشاكل الطباعه كتير، لو قعدنا نعد فيها يعني مش هنخلص، يعني لا احنا تعد ولا تحصى. احنا عايزين اصل المشكله ان هاجر، انا دايما بقول لها ايه يعني، انا دايما عندي وجهه نظر كده ان العميل او عفوا الديزاينر اللي يشتغل في مطبعه يقدر يشتغل اي حاجه، مش العكس. يعني انت صحيح صحيح. مثلا اشتغلت في مطبعه واتمرمط، يعني انا مثلا لما اشتغلت في مطبعه، انا يمكن اتكلمت في الكلام ده قبل كده كله، اللي هو ايه، انا اتعلمت السرعه، ده اولا دي حاجه برضو بتميز المصمم، السرعه ان انت بتكون زي ما انت قلت صحيح كده، ان انت قاعد على الجهاز، فالعميل بقى مش اللي هو هيسيبك ويمشي ويجي يستلم التصميم كمان شويه، لا ده هو قاعد على دماغك والمكنه شغاله جوه، فعايز صحيح. عايز انت تخلص التصميم. غير كده وكده الغلطات انت بتبقى مركز بنسبه مليون المية علشان الغلطات ما تطلعش حاجه، عشان ما تبصش معاك في طباعه زي ما انت قلت كده من شويه. الموضوع الالوان يعني انا في مجمل موضوع شغل الطباعه والتجربتين اللي حضرتك ذكرتهم مثلا دلوقتي برضو، ان هو ايه،
لا روح اشتغل في مطبعه، اتمرمط الاول، صدقني بعد كده انت هتدوس في الحديد، او هتبص هتفلت في الحديد زي ما صحيح بيقولوا كده. صحيح. فهو يعني يمكن هاجر مستغربه من الكلام ده، لان كل حد تقريبا بنساله لا من الفطاحله طبعا اللي في المجال، بدايتي كانت في مطبعه، بدايتي ان انا اشتغلت في مطبعه، بدايتي ان انا طب ايه يا جماعه حوار المطابع ده، امال السوشيال ميديا جت منين والحاجات دي كلها. هي السوشيال ميديا قريبه يعني نازله قريب، او بدات ان هي تشتغل قريب. قريب مش قديمه، صح. فالناس كلها بدات في طباعه من زمان. وموضوع حضرتك كمان كان بتقول السلك سكرين ده، السلك سكرين ده يا نهار ابيض، ده السلك سكرين ده شغله ممتع اولا. ان هو شغل بالظبط. ممتع، دي حاجه. ثانيا الشغل على قد ما هو ممتع على قد ما هو مقرف. والحاجات اللي مع التطورات طبعا اللي ظهرت اليومين دول، والديجيتال والحاجات اللي هي ممكن تستلم الشغل في نفس اليوم وبتوفر عليك وقت وبتاع. فعمرنا ما نسأل حد مثلا اتوتك في المجال زي ما بنقول بالبلدي كده، غير لما تلاقيه عدى على مطبعة، عدى ان هو يكون اشتغل في مطبعة. فما تستغربيش خالص يا هاجر ان كل حد انا ما لقيتش هنسأله. رأي مختلف، لا انا ما لقيتش رأي مختلف، انا قلت يمكن هنا في كلام خلي مختلف او بالك، حاجة، لا بجد آراء كلها متشابهة، كلها زي بعض. لان فعلا خلي بالك الموضوع اللي بيشتغل في مطبعه هو اللي بيتميز وبيكمل في المجال. اللي م- بيبداها يعني انا شايف كده، اللي بيبداها بالعكس لا هو بييأس بعد فتره او بيمل كده بعد فتره، بتلاقيه هو ايه، بالظبط. لا شايف ان الموضوع مرهق. وفعلا يعني بتلاقي هو فعلا الموضوع مرهق، الموضوع ان انت تقعد تشتغل على البرامج او كده ممكن بعد فتره تحس بملل. لكن اللي بيبداها بمطبعه وزي ما ما قلنا هو كده هو مرهق بيشوف برضه، واحد ما هو التنفيذ. لا لا الموضوع لا لا، مرهقة هو برضه. مرهق بس ممتع ومتجدد كل يوم، انت كل لا يوم انا داخل لك قصدي عميل على جديد. هو ممتع وكل حاجه، اللي هو ايه انت قصدك على ايه؟ على ان مثلا ان انت دلوقتي انت هتحس بملل بس انت ممكن تحس بملل لو انت شغال في شركه مثلا سوشيال ميديا بس. انما انت لو شغال في مطبعه وبتتعامل مع العملاء دايركت كل يوم، اه ما انت انا مش قصدي هتحس كده، بملل ابدا. انا قصدي اللي ما بيشتغلش في التنفيذ او ما م- بيشوفش الحاجه بتاعته وهي متنفذه، ده بيحس بملل بعد فتره لانه بيتعامل مع الجهاز بس. يعني انت م- فاهم اغلب شغله مع البرامج مع الكمبيوتر بس. م- لكن انا بتكلم يعني دايما الناس اللي بدربهم دلوقتي طبعا، وانا عشان بدي كورس دلوقتي، م- فبقول لهم انت خد معايا الكورس واتدرب معايا الاونلاين وتعلم البرامج وتعلم وتنفذ برضو مشاريع. بس لو جات لك فرصه ان انت تنزل مكان اقرب مكان ليك، شوف اكيد حواليك مطبعه او مكتب دعايه واعلان، ما هو مكتب الدعايه والاعلان برضه هتلاقي فيه حاجات بتتنفذ فبتيجي المكان. م. فلو جات لك فرصه ان انت تنزل مكان زي كده انزل، انزل فورا. وده صدقني هيفرق معاك كتير جدا، حتى لو انت هتنزل بدون ما تاخد راتب فتره تدريب، لو مجانا بالظبط. هتكتسب خبره كويسه جدا وهتلاقي الموضوع بالنسبه لك ممتع. لان في ناس كتير بتكلمني يقول لي ايه، انا كان عندي شغف كبير جدا وحبيت ان انا اتعلم المجال وادخله وكده، بس بعد فتره حسيت بملل ووقفت. كتير كتير جدا. ولو تابعت يا محمود عندي على الصفحه م. هتلاقي في فيديو انا كنت عامله، كان في حد بيتكلم في الموضوع ده. اه وفي ناس كتير بقابلهم دايما باستمرار يقول لي انا بعد فتره حسيت بملل وقفت. حلو. ف ولسه كان حد بيتواصل معايا النهارده يعني برضو نفس القصه دي، فبنواجه القصه دي كل يوم. فانا بقى دايما بنصحهم لا انزل اتدرب في مكان، حتى لو باجر بسيط. يعني لو حد مثلا هتشتغل معاه وهيديك مقابل بس استقطاع وقتك، يعني انت مجرد الوقت اللي انت بتقضيه معاه بس انت هتكتسب خبره، انزل معاه واتدرب. متفق جدا. طب انا بقى ايه عايزك في نقطة تانية خالص. هو هاجر بس عندك اسئلة انت مظبطاها يعني علشان ما لا اقطعلكيش عادي قول. الدنيا؟ لا لا قول عادي، مش مشكلة قول. اصل هو ذكرت نقطة كده هندسة، انا محتاجك فيها بصراحة، موضوع الكورسات وموضوع شغلك كمحاضر. انت دلوقتي بعيدا عن شغلك كجرافيك ديزاينر، وبرضه ذكرت الموضوع الشركة، بس اللي انا شايفه او اللي منتشر يعني اللي انت بتدي كورسات حلو. مظبوط. وده اللي احنا او ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه دلوقتي. المجال بتاعنا طبعا كبير جدا، والناس اللي دخلت فيه برضو كتيرة جدا، وسواء مثلا كجرافيك ديزاينر او كمحاضرين او كده. اللي انا شايفه ومن خلال متابعتي ليك يعني ان ما شاء الله وربنا يزيدك طبعا، ان انت ساعات في الكورسات ممكن انت مثلا تلاقي الكورس بتاعك مدخل فيه ناس فري، او ناس مثلا ممكن اللي هو من غير مقابل. اللي هو مظبوط. يعني ايه، زي ما انا ممكن قبل كده تقريبا عملت لك كومنت على بوست انت كنت بتشتكي فيه وعمال بتقول كذا وكذا، وده يمكن السبب اللي انا كنت حابب ان احنا نقعد مع بعض ونتكلم بسببه يعني، او نقعد نتكلم فيه حلو دلوقتي. جدا.
وما شاء الله برضو موضوع الفيديوهات اللي انت بتعملها لا منتشرة وبتفيد الناس، ويمكن كمان انا استفدت منك حاجات كتيرة جدا من الفيديوهات اللي انت نزلتها. النقطة بقى هنا ان في ناس دلوقتي معترضة على الكلام ده. يعني انا دلوقتي كمحاضر بدي كورس او بقدم كورس، انت يشغلك في ايه ان انا مثلا بديه بمقابل او بديه من غير مقابل، او بعمل منه مثلا جزء صدقه او لوجه الله، او زكاه العلم نشره زي ما بنقول. مش عايزين نقول صدقه عشان بس الناس ما تفهمناش من نقطه من لا صح، منطلق زي ما انت قلت زكاة العلم نشره، زكاه مظبوط. العلم نشره. انت ايه رايك في الكلام ده، اللي هو انت مثلا انت بتعمل كورس ببلاش او بتعمل حاجه ببلاش والناس بتطلع تهاجمك، وانت ذكرت الموضوع ده كذا مره، مظبوط. فايه بقى طيب الدنيا؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده من البدايه كده. الاول انا طبعا زي ما ذكرت من شويه ان انا اول ما نزلت من الامارات وبدات ان انا فتحت الشركه بتاعتي م. وبدات ادرب ناس معايا. في الاول في البدايه كنت بدربهم بدون مقابل. يعني انا الناس اللي هي لسه عندها خبره بسيطه او هو مجرد عمل ديزاين على السوشيال ميديا او كده وحابب يتعلم، فكنت بدربه معايا مجانا. في ناس كنت بديها نظير استقطاع الوقت زي ما احنا قلنا، ان خلاص هو مجرد ان هو شغال معايا وبيجي وبيداوم معايا من الساعه كذا للساعه كذا، فلازم يبقى فيه مقابل استقطاع الوقت ده. فكنت بدربهم بدون مقابل وبديهم نظير استقطاع الوقت. ده برضو يعتبر من ضمن زكاة العلم، لان انا برضو شايف ان انا يعني ربنا من عليا وتعلمت مجال هو مصدر دخل ليا، فليه انا برضو ما ساعدش الناس في ده. فانا شايف ان الموضوع ده الموضوع ده بالنسبه لي هو ممكن يكون مش قصه ان هو مثاليه زياده، لا هي فكره. يعني انا اكتسبت الموضوع ده عن والدي. م. بس انا طبعا انا شويه وهناقض الكلام ده او هقول حاجه تانية عكس الكلام ده. بس خلينا كده ايه واحده واحده برضو نجيبها من البدايه. فوالدي الله يرحمه كان هو طبيب بشري، ما كانش اكاديمي، ما كانش دكتور في الجامعه. م. بس كان ما شاء الله عليه عنده اسلوب كويس جدا في الشرح، وبيفهم طلبه كليه الطب بطريقه كويسه جدا. فعمل عمل عنده في العياده يوم في الاسبوع بيدي فيه محاضرات مجانيه لطلبه كليه الطب كويس في أوي. قسم البطنه، لان هو كان تخصصه بطنه، فكان بيعمل الكلام ده للطلبه بشكل مجاني، مجاني تماما. م. لدرجه ان كان في حد عنده مؤسسه كده او مسجد وفيه قاعه مناسبات وكده، فعرض عليه قال له يا دكتور سامي ليه ما تقعدش، ليه ما تديش محاضرات هنا عندنا في المكان، وبدل ما انت عندك المكان يكون صغير لا يبقى هنا عندك قاعه مناسبات كبيره والعدد يبقى كبير وكده. لان فعلا كان في طلبه بيجوا كانوا بيقفوا على السلم، انا كنت طبعا صغير في الوقت ده، م. فكانوا بيقفوا على السلم بره ما فيش مكان يقفوا فيه. فطبعا والدي راح خلاص عمل المحاضرات هناك في القاعه ديت. فبعد فتره الراجل ده عليه رحمه الله برضو قال له يا دكتور سامي انت بتعملها فري، وده ربنا يجزيك خير عليه، وده زكاه للعلم وكل حاجه، بس ليه ما ندفعش مقابل بسيط للعمال اللي بينظفوا بعد الناس ما بتمشي، ولو حتى كل واحد يدفع جنيه. هو طبعا الراجل ده كان بيقول يعني ايه، يعني حاجه رمزيه. اه. فوالدي تاني اسبوع على طول رفض وما راحش تاني القاعه دي. تمام، شوف م. لدرجه ايه، لان هو عايز يعمل الموضوع بشكل مجاني تماما، مش اه عايز يبقى فيه اي مقابل. بالظبط. لكن انا خدت منه الحته دي، بس انا بقى عندي اعتراض عليها. يعني انا شايف العكس تمام. زي ما هي زكاه العلم وكل حاجه، بس انت لما تاخد عليها مقابل انت مش يعني مش الموضوع مش موضوع انها سبوبه، ان انت بتعمل الموضوع ده سبوبه. فانا مش معترض تماما على الناس اللي بتعمل بمقابل، وانا اوريدي الكورس بتاعي بمقابل. لكن انا كنت عامل جزء منه اللي بيبقى بشكل مجاني، يبقى في ناس تاخد الكورس بشكل مجاني. ليه؟ لان في فعلا في الوقت اللي احنا فيه في ناس كتير مش مقتدره، في ناس عندها ظروف، في ناس حابه انها تتعلم بس مش معهمش القدره الماليه، او هو لسه طالب او كده. فعملت جزء بس منها بشكل مجاني. لكن في نفس الوقت انا الموضوع ده ارهقني جدا، لان طبعا الناس اللي دخلت معايا بشكل مجاني انا بقيت في التزام كده معاهم ان انا لازم برضو اديهم زي ما بدي الناس اللي بمقابل. صح. فالموضوع كان مرهق جدا، بالظبط. م. الموضوع كان مرهق جدا بالنسبه لي وفي وقت من الاوقات انا قصرت معاهم. فانا شايف ان الموضوع ده حتى لو انت بتعمله بشكل مجاني وده هتاخد عليه ثواب، واكيد ان شاء الله برضو ليك الاجر والثواب عليه،
بس في نفس الوقت انت يعني مش هتبقى ملتزم معاهم بشكل كامل، لان انت في الوقت ده انت ممكن مثلا، يعني انا في الوقت اللي انا كنت بعدي فيه الكورس بشكل مجاني، انا كنت بخسر عملاء. يعني في عملاء كان بيبقوا طالبين مني شغل انا ما بقدرش التزم معاهم، والعملاء دول هيجيبوا لي دخل اوريدي، هم دول اللي هيدفعوا فلوس. فانا بسيب الناس اللي هي اوريدي هتاخد منها فلوس في مقابل الناس اللي انا هديها بشكل مجاني. فعشان كده يعني انا متفق مع الناس اللي بتعترض على الموضوع ده. لكن انا قلت لك السبب اللي كان عندي هو كان سبب ايه، يعني انا شايفه او هو كان جزء منه تاثر بوالدي عليه رحمه الله. ما هي فعشان كده انا عملت. الفكره كلها ان الناس بتعترض على، حتى لو انت مثلا الكورس بتاعك هو اكيد طبعا الكورس انت هتعمله مش هيبقى مجاني بالكامل، او هيبقى الكورس كله مجاني، هو هيبقى فيه جزء مثلا لو انت عندك انا كنت عامله كله للاسف. يا راجل. كنت عامله كله للاسف لا انا مجاني. بتكلم على نقطه مثلا انت لو عندك، لو خلي سي بالك في مثلا حاجه، الكورس ها. الناس اللي خدت بشكل مجاني ما التزمتش، ما حضرتش. ما يعني هي انا المشكله في عندي كده، المنصه دخلت. هي المشكله في يعني كده. انا لقيت كده بقى، لقيت ان الناس كلها اللي ما دفعتش مم. او خدته بشكل مجاني ما التزمتش وما حضرتش الكورس كامل. هو طبعا بيجي لي هم شافوا قد ايه من الكورس. مم. فانا شفت ان كل الناس اللي ما دفعتش فلوس او اللي واخداه بشكل مجاني ما حضرتش الكورس كامل. ما هو ما فيش حاجه تجبره ان هو يعني هو لو دفع فلوس، هو انا دافع فلوس فعايز مقابل بالفلوس دي، فهيلتزم في بالظبط. البتاع. بس هي الفكره كلها ان في، انا بواجه يعني مثلا في كذا مثال انا اعرفه، ان هو بيكون مثلا في الكورس بتاعه مثلا 10 طلاب، فبيدخل مثلا بيخلي 3 فري اللي هم مثلا لحد غير مقتدر او حد حابب يتعلم بس ما عندوش ال الامكانيات ايوه الماديه ان هو بالظبط. مثلا كده، فبيدخل ال3 دول في النص كده مع الناس الباقيه. وطبعا ما بيذكرش ان دول داخلين طبعا. كده، لا ده بالظبط. الموضوع ده سري كرامه تماما. لشعورهم هم، صح. بالظبط. الناس بقى اللي انا بتكلم فيها اللي هو الاعتراض على المعلومه، او ان انت مثلا دلوقتي المعلومه اللي انت بتقدمها في ناس بتقدمها فور فري. يعني زي مثلا انت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب، انا بشوف ناس بالظبط. بتعترض على موضوع ان انت تقدم معلومه على اليوتيوب تفيد بيها غيرك. يعني انا ممكن المثال ده ممكن ناس ما تصدقوش، بس والله ده بيحصل. ناس فعلا بتعترض على للاسف. الكلام ده، ان انت بتعترض على ان انت تكون مثلا تعمل توتوريال على اليوتيوب، او تقدم كورس مثلا فور فري، او ان انت تعمل مثلا محاضره مجانيه في وسط الاسبوع كده تلم فيها مثلا ناس، او تعمل لينك مثلا وتقول يا جماعه انا هطلع لايف في الفتره الفلانيه واللي عايز يحضر فنقعد نتناقش. في ناس بتعترض على الكلام ده، وبتلاقي ان مثلا الكورس اللي هو بيقدمه او بيقدم مثلا كورس، بتلاقي ان هو بيقدمه بسعر غالي جدا. يعني مش هقول لك بقى ان هو ايه سعر متوسط، سعر غالي جدا. انا ده اللي انا بتكلم فيه، ده اللي انا بتكلم في النقطه دي. علشان كده انا لقيتك برضو ذكرت النقطه دي في فتره من الفترات، وكنت مستاء منها جدا، فكنت حابب ان انت تتكلم فيها يعني. بس طيب، هي الفكره كلها، الموضوع زي ما احنا قلنا كده هو ايه، بدون افراط ولا تفريط. يعني انا بالظبط. ما بقاش بالظبط. يعني ما اخليش الموضوع فري بشكل كامل وهاذي ناس كتير. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك برضو، انت بتاخد من وقتك ومن مجهودك ومن وقت اولادك. مم. فاكيد طبعا لازم يكون في مقابل. صح. فلان طبعا يعني هو مش هي الفكره كلها ايه، المقابل اللي انت بتاخده ده انت مش بتضحك بيه على الناس او بتاخد فلوسهم مثلا يعني بدون وجه حق، او ان انت بتاكل فلوسهم او كده. لا، ده بالعكس. ده انت انت بتقدم بيه بتديله من خبرتك. ايوه صح. انا بتكلم بالظبط، في انت النقطه دي. بتديله من وقتك ومجهودك وخبرتك اللي انت اكتسبتها على مدار سنين. كل ده ليه مقابل. ما هو الحاجه ديت يعني ليها ثمن. فانا لما بديها لك، انا بقى بوفر عليك. يعني انا مثلا لو احنا قلنا الكورس اللي انا بديه للطلبه مثلا معايا، الاجر بتاعه او المقابل بتاعه، هو ممكن يصرف المبلغ اللي هو هياخد بيه الكورس ده مجرد بس عشان يروح تدريب. يعني مواصلاته رايح جاي لمده مثلا شهرين 3، هو ممكن يدفع المبلغ او اكتر كمان من المبلغ اللي بيدفعه في الكورس. صح. طيب انا بوفر عليه ان هو ما يبذلش المجهود ده وياخد الخبره اللي هو ياخدها، بدل ما هو بيروح التدريب وبيبقى قاعد مثلا عشان يتعلم من حد. طبعا في الشركات، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ما بيبقاش حد فاضي يعلم حد. انت خلاص لو انت قدرت تقتنص المعلومات انت كده من الناس حواليك، تمام. لكن ما حدش هيقعد يعلمك، لان انت وانت نازل تدريب في مكان اوريدي المكان ده اصلا شغال شغال عشان يعني شغال عشان يجيب فلوس. شغال. بالظبط، عشان اه. يجيب فلوس.
هو مش عامل مؤسسه خيريه، هو اكيد بالظبط عامل الموضوع دوت عشان يجيب فلوس. صح. فاكيد هو الوقت اللي هيقعد يتعلمك فيه ويدربك فيه، لا هو عايز المكنه تجيب له فلوس على طول. مم. فهو دايما الناس اللي بتبقى عايزه يعني مش هتلاقي الشركات الكبيره بتدرب، او بيبقى صعب جدا، بيبقى الموضوع مش سهل ان انت تخش تدريب فيهم. هتلاقي الشركات اللي هي متوسطه او المبتدئه هي اللي عايزه ناس بتدرب، لان عايز يوفر شويه في الرواتب وكده، فيجيب ناس لسه فريش وياخد يعني يستفيد منهم، هو يفيدهم بانه يعلمهم، وفي مم. نفس الوقت هو يستفيد منهم ان هو برضو يدوله بروجكتس ومشاريع وكده. انا يمكن فالفكره كانت، كلها في ايه؟ لا انا بدون قطع كلامك معلش، انا كانت هاجر برضو اتفضل. كانت معترضه معايا في النقطه دي تقريبا، او انا نسيت اقول لك صحيح ان هاجر اصلا كانت بتاخد معايا كورس قبل كده. ماشي عشان بس تمام. لسه مش هتقول الموضوع ده لا عشان بس عشان الحته اللي انا هقولها دي بس، هي ايه، مش عارف كنت انت اللي قلتيها ولا حد تاني، كنا بنتناقش في النقطه دي، ان انا مثلا دلوقتي لو انا حد لسه فريش ولسه مخلص كورس مثلا او لسه بتعلم ورحت اتدرب في شركه، كنت انت اللي قلتيها طيب ولا كان حد تاني طب تقريبا؟ قول كمل الجملة، مش فاكرة يعني، كمل كده اللي وبعدين هو بعد ما تقول في الشركة. اللي هو انا هستفاد ايه يعني، انت دلوقتي مثلا هتدربني فانت هتستفاد ايه وانا هستفاد ايه؟ بص، هو انا في الاول انا كنت متفقه معاك لما انت قلت لا في الاول لازم نتنازل. انا مم. ان ما اتفقتش معاك بعدين لما انت قلت وقتها ان احنا يعني يبقى في حته برضو تنازل، انا قلت لك لا دي هتدخل في حته استغلال. ان كده يعني انا اعمل مجهود وان ايا كان بقى المدير او الشركه او ايا كان يفضل يستغل المجهود ده ويفضل يستغل افكاري، وفي الاخر ما اخدش حاجه، ما اخدش يعني اطلع كده بلا شيء كده. كنت حاسه ان ده استغلال. انت وقتها قلت لي لا ده يعتبر انت كده بتبني الكارير بتاعك، وانت كده يعتبر دي لازم الخطوات اللي تحصل والحاجات دي كلها. احنا اختلفنا في النقطه دي. يمكن. وانا هتفق برضو مع محمود في النقطه دي، ان انت بتستثمري كده في نفسك. يعني انت هقول لك على حاجه، انا لا شك ان الشركه او المكان اللي انت بتتدربي فيه بيستفيد منك، لان هو طبعا ايه يعني انت بتبقي نازله تدريب بدون مقابل، فهو بيوفر راتب حد حتى لو انت شغلك يعني اللي هتقدميه مش بالكواليتي اللي هو عايزه، بس في نفس الوقت لا انت بتعملي حاجه مم. حتى لو هو هيكمل عليها، او في حد تاني يعني في بوزيشن اعلى منك شويه فهيكمل على شغل، فانت وفرت عليه مجهود ان هو يعمل التصاميم دي كلها، فانت اوريدي بتوفري عليه وبتقدمي له مقابل. انت في نفس الوقت يعني انا من وجهه نظري الكسبان اكتر او المستفيد الاكبر هو المتدرب. لان انا في الوقت ده اللي انا بتعلم فيه، مثلا لو احنا قلنا فتره تدريب 3 شهور او 6 شهور، في الفتره اللي انا بتعلم فيها دي انا بكتسب خبره. انا ممكن كنت اقعد فتره كبيره جدا حتى لو انا هشتغل يعني انا اولا مش هعرف اشتغل في مكان وانا ما عنديش خبره. يعني اوريدي كده كده اي مكان انا هروحه وانا ما عنديش قبل كده شغل، او انا مش عامل شغل قبل كده وما عنديش بورتفوليو في مشاريع انا عاملها قبل كده، فمش هعرف اشتغل في مكان. فلما انا انزل مثلا اتدرب في مكان، واوريدي ده بيحصل وكان بيحصل قبل كده، يعني انا شفت ناس كتير كانوا بيقولوا لي احنا رحنا اتدربنا في اماكن واماكن معروفه وليها اسمها، بس ما استفدناش اي حاجه، لان هو بيديك معلومات نظري، او حتى لو بيديك تدريب عملي، بس في الاخر هو مش بيديك مشاريع فعليه. لكن انت ما بتتدرب في مكان، انت بتتدرب كل يوم بيخش مشروع جديد. يعني انت مش بتقابل مثلا حاجه واحده ثابته كل يوم، لا ده انت كل يوم في حاجه مختلفه. فانت المره دي هتعرف البيزنس كارد مقاساته كذا، الفلاير بيتعمل بالطريقه الفلانيه، ده في بروشور بيبقى 2 طيه و3 طيه، في مش عارف ايه، في حاجات وجه واحد، في حاجات وجهين، بتتعلم حاجات مختلفه كل يوم. فالتدريب ده هو اللي بيخليك بعد كده انت قضيت مثلا 3 شهور او 6 شهور، لما بتروح مكان جديد او تروح مكان بقى كبير انت هتشتغل فيه، زي ما انا ذكرت المثال في الاول، بتروح بقى عامل بورتفوليو في مشاريع اللي انت عملتها دي اوريدي في التدريب عاملها. حتى في ناس اصلا بتعمل، يعني ناس بتتعلم مثلا سيلف ستادي او كده، بتعمل مشاريع وهميه، وانا دايما بذكر الكلام ده، ان انت مم. اعمل مشاريع وهميه واعمل بورتفوليو بيها، مفيش مشكله خالص، واذكر ان دي مشاريع وهميه او ان دي ان اوفيشال، يعني حاجات مش ما اتطلبتش منك بشكل رسمي. فالحاجات دي كلها هي اللي بتخليك لما تروح اي مكان. انا دلوقتي لما بروح اي مكان واعمل انترفيو، هم دلوقتي لما بيسالوني او بيشوفوا شغلي بيختاروني على اساس ايه؟ مش على اساس المشاريع بتاعتي قوتها قد ايه وانا الخبرات اللي انا اكتسبتها قد ايه. صح. فانا شايف ان اللي كسبان الاكتر او اللي كسبان الاكبر هو المتدرب، لان اوريدي هو بيشوف مشاريع جديده باستمرار مم. وبيتدرب عليها وبيتعلمها. الشخص التاني حتى لو هو مستفيد او الشركه يعني مستفيده منك،
هي الاستفاده بتاعتها يعني مش هتيجي زي استفاده الخبره اللي انت بتاخدها. يعني وليكن مثلا انا لحد النهارده احيانا بعمل مشاريع بشكل مجاني، او مش مشاريع كامله طبعا، لا يعني ديزاين مثلا. مم. في ديزاينات انا بعملها بشكل مجاني، فده ما يقللش ابدا مني ولا ينتقص مني ولا اي حاجه. لا ده انا جاي لك، استناني بس. طيب مجاني ايه؟ خلينا لا على موضوع المجاني دي نتكلم فيها مجاني بعدين، ايه ده؟ ماشي. انت كنت منزل يا راجل بوست، كان بص الدنيا اتقلبت بسببه. اللي هو ايه اللي هو ده؟ ايه، انا واحد. اللي هو بتاع تقريبا ايه، انا هروح اشتري سندوتش شاورما. بس خلينا احنا نتكلم في الموضوع ده، يعني احنا كده كده هنتكلم في الموضوع ده. بس ماشي. موضوع اللي هو التدريب، انت ذكرت نقطة حلوة جدا. احنا تقريبا في الشركة اللي انا فيها، لما فتحنا باب التدريب تقريبا مرتين ثلاثة كده، كنا دايما بنقول للناس احنا ما بنضحكش عليكم. وده برضو اللي انا قلته لهاجر، وهي كنا ماسكين في خناق بعض تقريبا ساعتها بالموضوع ده. مش عارف انت ناسية الموضوع ده والله، بس ايه. انا مش ناسيه والله، بس لا، تقريبا انا سمعت عندي وجهه في نظر، انا مستنياك بس تخلص تقول انا اللي كنت سمعت في هتقوله. بودكاست، تقريبا سمعت انا في بودكاست الحوار اه اللي ضرب. اه. اللي هو احنا انا كنا كنا بنقول متفقين للناس يعني. دايما ان احنا الموضوع وين وين سيتويشن، ان هو انت كسبان وانا كسبان. انت كسبان ان انت بتستفاد خبره، وبتستفاد او بتشوف خط سير الشركه بيبقى عامل ازاي خلال اليوم، وبتتعامل كانك موظف في الشركه والكلام ده كله. وانا كسبان ان انت ممكن مثلا في ضغط شغل حاليا، فبتساعد الديزاينر اللي موجودين معايا. اي نعم، انت مش مثلا ممكن ما بتطلعش الديزاين بالكواليتي اللي انا عايزها او الكواليتي المطلوبه، بس على الاقل زي ما انت ذكرت كده، اللي هو انت بتعمل ديزاين وفي ناس بتكمل وراك. يعني انت بتعمل 50% من الشغل او 40% من الشغل، فبتوفر عليا. فدي نقطه حلوه جدا، لان في ناس برضو بتعترض على النقطه دي، كانت من ضمنهم هاجر طبعا، ومن الناس اللي هي لا طب لسه. انا هقول بقى وجهه نظري، اقول وجهه نظري. اتفضلي تحت امرك انا طبعا. متفقه معاكم، لا انا متفقه معاكم والله. انا عارفه، مم. يعني انا عارفه اللي انتوا بتقولوه ده. وانا مثلا لما كنت في مكان وكنت بتدرب في مكان في الاول خالص، انا كنت تمام، ما عنديش مشكله ان الدنيا كلها تبقى فري وعادي، انا مستفيده وهم مستفيدين. اللي انتوا بتقولوه كله صح 100%. بس بيبقى في ليميت معين، بيبقى في مرحله معينه بحس ان الموضوع اتقلب، اللي هو لا يعني بحس ان لا، ما بقتش مستفيده على قدر ما هم مستفيدين مني كتير قوي. انا ما بستفدش بنفس القدر ده. يعني ممكن يكونوا هم مستفيدين مني بنسبه كبيره جدا و... وخلاص بقى. يعني الموضوع مثلا وصل لسنه، طب ما هو اكيد ما فيش سنه تدريب، اكيد خلاص بقى لا، الحوار ده. سنه كتير قوي. لا سنه سنه كتير. كتير. وبعدين لسه باشمهندس ياسر قايلها دلوقتي. هو انت لما بتروح في مكان، مش هو اللي انت اللي بتحاول تخطف المعلومات كده منه. صح بالظبط. دي الفكره. انت بتقولي سنه، ده السنه دي هي طولتي قوي. ده سنه، ده ايه ده؟ سنه ده كتير ما هو سنه جدا. دي سنه بقى. يبقى كده القصور من المتدرب مش من الشركه. بالظبط. هي لان سنة. المفروض هي انا في في خلال الأول شهر خالص شهرين. الحوار كان تدريب، في الأول خالص الحوار كان تدريب. وبعد كده احنا كنا متفقين في المكان إن احنا هنكمل في المكان ده، ولما يحصل إن يبقى فيه دخل. يعني هو عامة كان ما كانش ليه علاقة بالجرافيك، وكان ليه علاقة بالتقديم والراديو والحاجات دي كلها يعني. كان راديو اونلاين. فالمهم يعني ان هو اتفق معانا ان احنا لما يبقى فيه دخل مثلا، خلاص يعني الدنيا تمام. احنا كنا بنقدم برامج، فمنطقي لما كل برنامج بقى على حسب الدخل اللي هيدخله، فالمقدم بتاعه او اللي قايم بالبرنامج ده هو اللي هياخده. بس ما حصلش الكلام ده، وكنا احنا ممشيين الدنيا، وكنا عمالين بنعمل مجهودات بقى علشان نقدم البرامج دي بشكل حلو، وعلشان نقدم افكار وكل الحاجات دي طبعا. وفي الاخر خالص ما خدناش حاجه. يعني الموضوع اتقلب لشغل، بس ما كانش فيه ماديات. وفي الاخر خالص اصلا احنا كنا اكتشفنا، بس ده بعد ما مشينا، ان كان في ماديات دخلت، بس هو ما يعني متهيألي كده احنا اتضحك علينا يعني من الاخر بصراحه. هو لا الموضوع هي لما دي بيجي كيس. دغري. طب اتفضل يا هندسه، اتفضل. لا مفيش مشكله، بس انا كنت اقول ان ممكن تكون دي كيس، يعني احنا مش مم. عارفين التفاصيل بالظبط، بس ممكن تكون يعني لا دي مش اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في ايه؟ يعني انا مثلا انا على مدار الفتره اللي انا دربت معاها دربت فيها ناس معايا، هو شهر شهرين. طب انا هقول لك على حاجه. في حد اتدرب معايا شهرين، انا خلال الشهرين دول انا كنت فايت فيه الامل. يعني عمال اقول زي ما انت بتقولي كده ان هو ده مش هيقعد كتير جدا يتدرب ومش هيجي منه نتيجه وبتاع. وفي نفس الوقت انا كنت بديله مقابل. يعني يمكن ما اعرفش الناس كده بتعمل كده ولا لا، بس كنت بديله مقابل كويس. يعني هو بيتدرب بس كان بياخد مثلا مبلغ كويس نظير الايه اللي زي ما قلنا كده استقطاع الوقت.
في خلال الشهرين دول جينا في الشهر الثالث، فاجئني ما شاء الله ان هو اتطور جامد واتعلم وبقى ما شاء الله يطلع ديزاين كامل لوحده. يعني هو كان معاه طبعا السينيور بيتابع معاه، بس بعد فتره بدأ يطلع هو الشغل كامل. عايز اقول لك ان محمد ده بعد ما يعني مشي من عندي وقعد معايا سنه كامله، سنه شغال بقى. يعني كان خلاص فتره التدريب كانت شهرين اللي احنا كنا متفقين عليه، وبعد كده الراتب زاد وخلاص بقى شغل. بعد السنه مسك شركه كامله، هو المسؤول عن الديزاينات فيها من A to Z كل حاجه. رغم ان هو في فتره السنه دي كان في اخطاء كتير بتطلع منه، كان في حاجات بتطلع في يعني كان مثلا في العلب، كان في علبه مره نسي يحط عليها الاكسباير، يعني ودي علبه دواء. المفروض ان هو اهم حاجه، يعني انت عارف يا محمود ان اهم حاجه الديت بتاع الانتاج والديت صح. بتاع الاكسباير. ده بيركزوا عليها، ده هو اول حطها حاجه اصلا. اول حاجه، ده اساسي. هو عارف ايه عمل ايه، هو كان حاططها في اللاير بتاع الداي كات اصلا. يا فهي نهار. طبعا انت عارف لما بتفصل الزنكات بتفصلها على اللاير الثاني اللي فيه صح. الكتاب، اللي فيه الديزاين في نفسه، اللي ديزاين. فيه الارت وورك. عشان بس خلينا نوضح النقطه دي يا جماعه. انت لما بشغل الكراتين والداي كات اللي الهندسه بيقول عليه، انت بتصدر تقريبا 3 ملفات للمطبعه: ملف الداي كات اللي هو الاوتلاين، وملف الديزاين ده اللي هيطبع، وملف كمان الاثنين على بعض بحيث ان المطبعه تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي، اللي بالظبط. بيبقى ظاهر بقى للناس. فهو الكلام اللي هو بيقوله ده، هو صدر الملف او صدر الكلمه بتاعت الاكسباير وتاريخ الانتاج في الداي كات اللي مع هو الداي الاوت كات لاين. بالظبط. فمش هتطلع في الديزاين اصلا كده. طبعا ما طلعتش في الديزاين. انا عايز اقول لك ان هو طبعا هو والسينيور برضه عدت عليه، فهم الاثنين شالوا امم. في التنفيذ ده. فهي دي طبعا من الحاجات اللي بتخوف كتير في موضوع الطباعه، ان الناس المصممين بيبقوا خايفين من موضوع الاخطاء دي، لان طبعا دي بتبقى يعني بتعور جامد يعني. ف... فلا بعد كده ما شاء الله، يعني عايز اقول لك ان هو دلوقتي ما شاء الله هو المسؤول في الشركه دي. هو شغال في شركه دواء دلوقتي، وهو المسؤول عن الديزاينات، هو اللي بيعمل كل حاجه في الشركه، يعني في مجال الديزاين. امم. فلا هو اتدرب شهرين 2 واشتغل معايا سنه، وبعد كده خلاص بقى داز بقى قدر في ان هو، المجال. وهو لسه على فكره المفروض ان هو يعتبر في الميد ليفل، يعني هو لسه ما اتطورش حتى انه يبقى سينيور، امم. هو لسه في الميد ليفل. بس اللي انا اقصده بقى ان هو فتره التدريب بتاعته الشهرين هو اكتسب فيها خبره كويسه جدا. هي دي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بتختلف من مكان لمكان على حسب صح. المكان اللي انت بتشتغلي فيه. المكان ده هيضيف لك فعلا وهتستفيدي منه، يبقى انت بتستمري معاه وبتاخدي الخبره منه. مش هتستفيدي منه ومش هيضيف لك حاجه، يبقى لا، يبقى حرام ان انت تكملي معاه اصلا. يعني تشوفي بقى مش مكان تاني، طالما هي تدريب لا يشوف مكان تاني اقدر استفيد منه. اه عامة تمام، هي اتعلمت فعلا. بس انا بتكلم بقى في النقطة دي اللي هي التجربة اللي كانت تخصني. انما انا لا متفقة معاكم في اللي انتوا بتقولوه. يعني حتة ان الواحد يتنازل في الاول طبعا لانه بيبني لسه السي في بتاعه او بيبني البورتفوليو بتاعه، لا انا تمام، انا معاكم في النقطة دي، عشان مش كل شوية تقول لي انت لا لا لا، مختلفة عيب معايا ده. في الجزء احنا ده. متفقين، بس هي الفكره اللي انت بتحكي عليها هي اللي ممكن تكون كانت يعني اكستريم شويه، او يعني قصدي خرجت عن المعتاد، عن الطبيعي. بالظبط بس بالظبط كده. في امثله كتير، يعني لو ذكرت لكم الناس اللي اتدربت معايا، في ناس كتير اتدربت معايا امم. وربنا كرمهم. في حد تاني، في شخص تاني غير الشخص اللي انا حكيت عليه اللي في الاول اللي سافر الكويت. شخص تاني كان هو عيبه بس ان هو كان زملكاوي. فكان اول حاجه اول حاجه انا شفته عملها كان اللي هو بيعمل لصفحه حازم امام. يعني هو كان ما ماسك شاء صفحه الله. حازم امام، امم. فبيعملها لهم كتطوع كده، ان هو يعمل الكفر بتاع الصفحه ويعمل لهم شويه ديزاينات والكلام ده. فجي برضو اتدرب معايا، اتعلم بقى يعني اتدرب على حاجات كتير مختلفة. بعد كده اتعلم كمان، يعني حتى كان هو بيتعلم بريمير مثلا ويتعلم المونتاج. بعد فترة جه قال لي يا باشمهندس انا عايز اطلع، انا معلش هستأذنك، انا عايز اسيب الشغل عشان انا جالي شغل في القاهرة. فقلت له مفيش مشكلة يا محمود، بس انت يعني يعني لسه ناقصك خبرة ومحتاج خبرة اكتر وبتاع. فقلت له الموضوع بالنسبة لك لسه في البداية هيبقى صعب، فانت بتستفيد معايا وبتتعلم وبتاخد خبره. هو ربنا كرمه بعد كام شهر جاله عقد عمل في الكويت، هو اخوه في الكويت فبعت له يعني. ما شاء الله. فسافر وراح اشتغل برضه في نفس المجال بقى في شركه. دلوقتي ما شاء الله هو ماسك مجموعه فنادق في الكويت وفي السعوديه ومش عارف قال لي فين كمان. حتى انا كنت نزلت سكرين شوت للمحادثه اللي بيني وبينه مره يعني. امم. كل ده بسبب الخبره اللي هو خدها، يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى.
وهو طبعا زي ما انا كنت بتكلم من شويه، برضو الشيء بالشيء يذكر يعني. في الكويت او في الخليج عموما بيحبوا دايما اللي يشتغل في مجال الطباعه، لان اللي في مجال صح الطباعه زي ما الباشمهندس محمود دلوقتي كان بيقول ان اللي بيحتك بالطباعه يقدر يفوت في اي حاجه. صح فاللي عنده خبره يعني دايما كانوا هم بيسالوا بره مثلا ايه، طب انت شغال جرافيك ديزاينر، طب انت بتعمل ايه؟ بتشتغل سوشيال ميديا؟ لو قال لهم مثلا بشتغل سوشيال ميديا وبعمل كذا وكذا وكذا، طب بيسالوه على طول كده، طب اشتغلت في الطباعه؟ تعرف تعمل برينتنج حاجات مطبوعات وكده؟ لو قال لهم لا خلاص ما بيرفضوه على طول. اشتغل في الطباعه حتى لو هو هيروح هناك ما يشتغلش في حاجه في الطباعه، بس هم مم. بيحبوا دايما كده لان هم عندهم حته الطباعه دي بيحبوا جدا. وهي انا بصراحه انا شايف كده يعني زي ما محمود ذكر في الاول ان اللي بيشتغل في الطباعه يقدر يفوت في اي يقدر حاجه. يفوت في اي حاجه. طب خليني بقى اخدك في نقطه تانية، ودي الاساسيه برضو اللي من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين رد فاصل وقاطع. موضوع تسعير الشغل. موضوع تسعير الشغل ده عليه لغط كتير جدا، طبعا وبرضه يمكن ده يعني ايه، هقول لك على سؤالين واسيبك تتكلم فيهم براحتك، اللي انت عايزه قول اللي انت عايزه ماشي. فيهم ده. اللي هو ايه؟ اول حاجه تسعير الشغل بالنسبه لي انا كمبتدئ، يعني انا دلوقتي لسه بشق طريقي في المجال. ناس بتواجه صعوبه في الموضوع ده، ان هي مش عارفه تسعر شغلها. ده اولا. يعملوا ايه؟ يعني يعمل ايه في النقطه دي؟ تاني حاجة، موضوع العميل اللي هو بيجي لك ومفكر ان انت بتلعب، يعني انت زي ما الحاجة زي ما البوست اللي انت منزله تقريبا من ايوه. فترة كده، اللي هو ايه ده، هو ببلاش، هو بفلوس، قصدي هو انت عايز اه. عليه فلوس. فهي دي ايوه النقطة بالظبط. برضو، ويمكن دي برضو ذكرناها قبل كده، اتكلمنا عليها تقريبا وانا قلت وجهة نظري فيها، ويمكن قعدنا برضو قعدت ضربت كم مثال، وربنا يسامحنا بقى على الامثلة اللي احنا شردنا بيها الناس دي. وكانت هاجر معانا برضو، فكانت في الحلقة، مش عارف تمام. كانت انهي حلقة بالظبط، بس يعني عموما بلاش نفتكر خلاص، مش اه مهم يعني. مش مهم نفتكر. بلاش الذكريات السلبيه ده دي. كان في الحلقات الأولى تقريبا كنا بنقول على موضوع اه تقريبا التسعير. مم. فاحنا دلوقتي السؤال الأول هو موضوع التسعير. بالنسبة لي أنا كمبتدئ أظبطه إزاي موضوع تسعير الشغل؟ طيب حلو جدا. انا هتكلم في النقطه دي بشكل يعني انا عايز برضو الناس يعني يكون عندها رحابه صدر شويه وانا بتكلم في النقطه دي. م- انا عارف ان في ناس كتير هتختلف معايا. موضوع تسعير الشغل، انا دلوقتي مصمم واتدربت وخدت خبره كويسه وخلاص عملت بورتفوليو كويس ليا وعملت بيهانس وعندي ومنزل شغل كويس ليا. تمام. م- وجالي عميل. العميل ده شاف البورتفوليو بتاعي بس يعني مثلا ايه، انا مستوايا مش افضل حاجه، او انا متخوف ان انا اقول له سعر مثلا عالي شويه فارفضه. تمام. انا في البدايه او هو يرفضني او هو يرفض هو يعني انا يرفضني، هو خايف ان انا يرفض الشغل يعني معايا. يرفض الشغل. اه م- بالظبط. لا يعني فانا عايز اخد الشغلانه وفي نفس الوقت ايه، مش عايز ابخس نفسي برضو واقلل من سعري يعني. صح. فانا ليا وجهه نظر في الموضوع ده. ال 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 ان انت تعمل شغل بلو بادجت او بلو برايس يعني بسعر قليل في البدايه، ده حاجه لا تنتقص فيك ولا تقلل منك ولا تضر حد ولا تاذي حد نهائي. اولا الرزق ده بتاع ربنا. يعني المصممين كتير واصحاب الشركات كتير، وفي الفتره الاخيره بس يعني في حوالي 600 شركه ستارت اب في اخر فتره دي في مصر. فالشركات كل يوم بتفتح، والبيزنس كل يوم او البراندات او الشركات اللي بتحتاج مصممين وبتحتاج ديزاينات باستمرار موجوده. م- ففكره ان انا ادي سعر قليل في الاول، انا مش بقلل من سعري او انا بضر الناس اللي في المجال. كل الفكره ان انا لسه ما عنديش كريديبيليتي او رصيد كويس جدا من الشغل عشان ان انا اقدر اطلب سعر عالي. فانا ممكن في البدايه اطلب سعر قليل عادي. انا مثلا شايف ان الديزاين، انا طلب مني بيزنس كارد مثلا، وشايف ان انا لو قلت العميل 200 جنيه في ديزاين في بيزنس كارد، رغم ان هو ممكن يروح للمطبعه يعمل له الديزاين ده ببلاش، وانت اكيد عارف الكلام ده يا صح محمود. طبعا اهو. صح. اه ما بالظبط هيطبعه له تفكرنيش. ب 200 جنيه اصلا. اه. فهي الفكره كلها انا لا خلاص يبقى انا اقول له مثلا ايه الديزاين ب 50 جنيه، جه عايز فلاير او بروشور او بوستر او ايا كان، هقول له مثلا 200 جنيه او 150 جنيه، ايا كان الرقم انت بقى اللي بتحدد، انت اللي بتسعر وانت اللي بتقدر شغلك. فايا كان السعر اللي انت هتقوله في البدايه، انت راجل لسه ما عندكش حجم عملاء كبيره، ما عندكش علاقات كتير،
ما عندكش رصيد قوي ان انت تقدر تطلب فيه سعر عالي، فانت ما فيش مشكله ابدا. تمام. فالموضوع ده في ناس كتير بتختلف وبيحصل لغط كتير جدا في الموضوع ده. كويس. الحاجه التانيه بقى، انا خلاص عندي رصيد كويس وعندي شغل كويس وعملت وبقى لي علاقات بعملاء وبقى يعني في تعاملات وفي شغل وبطلع شغل وكده، لا انا اسعر بسعر اقيم نفسي بقى. طيب ايه ازاي بقى اقيم نفسي وازاي احط لنفسي سعر كويس؟ الحته دي بقى انت اللي بتقيم نفسك. انا مثلا دلوقتي شايف ان انا بقى عندي رصيد كويس من الشغل وبقى عندي خبره كويسه، فانا شايف ان المجهود اللي انا هعمله في الديزاين ده، عميل مثلا جالي والعميل ده عنده لو بادجت وهو يعني عايز سعر قليل، لا انا خلاص ارفضه طالما انا اقدر اجيب اسوق لنفسي واقدر اجيب عملاء تانية بسعر احسن. يعني الوقت اللي انا هستهلكه عشان اعمل ديزاين بسعر قليل، لا انا اقدر اوفر وقتي ده ومجهودي ده، لان طبعا المجال بتاعنا ده بيجي على صحتنا كتير جدا. اكتر ناس بتاثر وبتتعب واللي بيجي لهم ديسك واللي بيجي لهم الام في الفقرات واللي بيجي لهم الام انا جالي الحاجات دي. فالفكره بقى ايه؟ ربنا يعافينا ويعافي الجميع يعني. الفكره في ايه؟ لا حرام ان انت تقلل من سعرك. فازاي بقى انت هتقدر سعرك او انت هتعمل سعر عالي؟ ده بقى بترجع لحته ايه؟ شطارتك انت في التفاوض، شطارتك انت في اقناع العميل بتاعك. انا مثلا جالي عميل قال لي انا عايز اعمل بوست للسوشيال ميديا، بكام يا هندسه البوست ده؟ والله البوست ده انا هعمله لك ب 200 جنيه مثلا. لا والله ده في فلان بيعمله ب 50 جنيه. خلاص اتفضل حضرتك روح له، مفيش مشكله. انا ساعتها، انا لما انا اقدر نفسي وهو العميل ده هيحترمني وهقدر ان انا اجيب عميل تاني يقدر الكلام ده، يقدر شغلي بس انا في المرحله اللي هكون فيها واثق من نفسي وواثق من شغلي وبقدر اقدم بشكل كويس. تمام. لان انا لو انا مش بقدم بشكل كويس انا يعني هطفش العملاء دول مني، فانا كده مش هعمل شغل. فزي ما اتفقنا ان خلاص الموضوع ده بيرجع للي انت خبرتك قد ايه وعندك رصيد من الشغل قد ايه وعندك مهارات للتفاوض قد ايه تقدر تتفاوض مع العميل. لان زي ما قلنا كده، انت ممكن الحاجه اللي هي بتتعمل ب 100 جنيه انت ممكن تعملها ب 1000 جنيه. كان في حد مره بيتكلم في بودكاست برضو، فبيقول ان احد المتدربين معاه، يعني كان في واحده اتدربت معاه، هو مصمم معروف في السعوديه يعني. ففي واحده اتدربت معاه وقالت له باشمهندس انا جالي عميل، هي بعد ما خلصت الكورس يعني، فقالت له انا جالي عميل عايز يصمم لوجو، بس انا مش عارفه اسعر اللوجو، مش عارفه اديله سعر كام، فممكن استاذنك تتفاوض انت معاه او تتكلم معاه وتخلص الديل ده معاه. فقال لها خلاص مفيش مشكله. واللي عمل اللقاء ده كان محمد السجماني لو تعرفه يا محمود، على قناته على اليوتيوب. ايوه. فقال له ايه؟ قال له فقال لها خلاص مفيش مشكله. هو رايح يتفاوض مع العميل واتفق معاه على 7000 ريال على ما اذكر، يعني الكلام لو الرقم ده مظبوط. فهي اتفاجئت، يعني قالت له انا ما كنتش متخيله ابدا ان انا اول شغلانه ليا اعملها بالرقم ده. يعني انا كنت اقصى حلم ليا مثلا ان انا اعملها ب 500 ريال وما كنتش عارفه برضو العميل يا هيوافق نهار ولا لا. ابيض، ده طموح قليل طبعا. قوي. قليل جدا. هي طبعا زي ما قلنا كده بقى، هي مش عارفه لسه، هي ما عندهاش خبره، هي لسه يا دوبك واخده كورس ولسه على قدها، فخايفه تدي رقم كبير تطفش العميل، فطلبت منه ان هو يساعدها في الموضوع ده. فهو بناء على خبرته هو وبناء على مهاراته في التفاوض قدر يقنع العميل ب 7000 ريال. فكلها الموضوع كله بيرجع لخبرتك انت وشطارتك انت في التفاوض مع العميل. حلو ده كده اتمنى كده اكون اجبت على السؤال. ده اجابه كافيه ووافيه والله بصراحه. يعني متفقين طبعا في الرأي، واي حد برضه في المجال هيبقى عارف النقطة دي، او ان هو عدى بالمراحل بتاعت مثلا ان هو مبتدئ وبعدين مش عارف متوسط وبعد كده هي وصلت بس فكرة مشكلة الناس اللي بتصيح يا محمود والصياح اللي بتلاقيه. الناس اللي بتزعل من الناس اللي بتقدر سعرها بسعر قليل، يعني يقول له لوجو ب 50 جنيه مش عارف ايه. انا ذكرت الحتة دي في الاول ووضحتها ان الموضوع كلنا كده في بدايتنا. صح. انا عملت تصاميم مجانا، يعني كنت بعمل تصاميم مجانا وقلت ان لحد قريب في ناس بتطلب مني تصميم بعمله بشكل مجاني. انت عارف انا شبهتها بايه؟ معلش، انا قلت مره ان انت مثلا دلوقتي انا كعميل سي مثلا، في عميل بيبقى عايز لوجو مثلا بروفيشنال جدا وعميل احترافي ولوجو حاجه جامده جدا، مثلا على سبيل المثال اللوجو زي مثلا انت كده لما يكون معاك مثلا 100 جنيه وعايز تشتري بيها تيشيرت او قميص او حاجه زي كده، فانت مش هتروح لتاون تيم مثلا عشان تجيب بيه تيشيرت، فهتروح لحد يتوافق مع امكانياتك الماديه. صح.
مظبوط. ماشي، فهتروح مثلا لمحل صغير فهتجيب من عليه. وطبعا التشبيهات برضو علشان ما حدش ياخدها بالمعنى الحرفي، احنا بنقول ان زي كده لكل مقام من مقال. ان انت مثلا كديزاينر بروفيشنال جدا، فليك العميل اللي يقدرك وتقدر شغلك وتتفاهموا مع بعض. المصمم بقى اللي هو لسه بيبتدي، في ناس بتبقى برضو محتاجة ان هي تعمل الحاجة ببادجت صغير، فالاتنين بيعلوا. يعني مثلا دلوقتي انا كمصمم مبتدئ محتاج ان انا اشتغل شغل من ده بسعر قليل زي ده، علشان برضو البورتفوليو بتاعي يتملي وان انا اخد خبره، وفي نفس الوقت العميل اللي قصادي اللي بيدفع فلوس قليله فهو برضو امكانياته كده. فكل واحد رزقه، عشان بس الناس ما تصحش في النقطه دي. النقطه التانيه بقى موضوع الشغل المجاني، مش النقطه اللي انت ذكرتها من شويه، بس هو فعلا ان العميل او ان في ناس لحد دلوقتي مقتنعه ان المصمم ده ممكن ان هو يشتغل الشغل ببلاش. هي دي دي طمه كبرى بقى، دي طمه كبرى ده عند نيله ناس كتير ب60 للاسف. نيله دي. ايوه بالظبط. انا مم. معايا عملاء كبار وفاهمين وشغالين معايا بقالهم فتره كبيره، بس بيجي برضو عند حته معينه كده يقول لي ايه، يعني التصميم ده خد منك 5 دقائق، ده انت عملته في 5 دقائق. فالحته دي بتضايقني جدا، لان هو بيقلل مجهودك، هو مش عارف انت عملت ايه، صح، انت مش ما دي عارف انت. خبرتي اللي خلتني ان انا اعمله في 5 دقايق. بالظبط. دي آه. اول حاجه. تاني حاجه طبعا مجهود كبير جدا وخبره وسهر كتير وتعلم وتعب بدني وتعب اعصاب في حاجات كتير جدا. ومجرد اصلا ان انت تعمل ديزاين عشان تجيب فكره، انت شوف انت عملت تغذيه بصريه قد ايه، وقعدت تتفرج على حاجات قد ايه عشان تطلع له التصميم اللي هو متخيل ان انت عملته كده في لحظه. طب انا لو ما كانش عندي المخزون ده وما عنديش الخبره دي، ما كنتش هعرف اطلع لك التصميم ده في 5 دقائق. طب ما معلش، لو هو التصميم ما خدش مني 5 دقايق، طب ما تعمله انت. مم. ما هي دي حاجه بتضايقني بقى. طب ما خلاص يعني، طالما انت شايف ان التصميم حاجه تافهه كده، طب بتجيلي ليه؟ بالظبط. يعني بالظبط. هي الفكره بقى، يعني الناس ما عندهاش، عارف انت الانسان عدو ما يجهل. مم. فهي الفكره ايه، الناس مش عارفه، هو مش عارف الموضوع عشان يطلع بالشكل ده. هو شايف حاجه مرئيه قدامه، هو متخيل انها طلعت بكام ضغطه زرار. ما مم. يعرفش بقى الحاجه دي عقلك اشتغل فيها قد ايه، مخزونك اصلا من الشغل قد ايه عشان خاطر توصل للحاجه دي. فالموضوع ده لا، مرهق جدا، يعني موضوع هما ما الجرافيك بيبقاش ديزاين ده بالذات. مقدرين الكلام ده، يعني هو هي العميل دي اللي جاي بقى لك ما الفكره. بيبقاش باصص لك في النقطة دي. هي خلاصتها ان هو الانسان عدو ما يجهل، هو مش عارف صح. الحاجه دي، فهو ما مفكرها سهل. صح. انت هاجر، انت رحت فين يا هاجر؟ انت نمت مننا لا ولا ايه انا ده؟ بسمع. انت بسمع انت. هاجر بسمع انت والله. بتستفادي اكتر ما احنا بنستفاد يا هاجر، انت بتستفاد دي اكتر من الناس حقيقة. اللي احنا بنعملهم والله العظيم لا يعني خلي بالك، احنا برضو بنستفيد، يعني احنا والله. بنعمل يعني بنعمل ريفرش للمعلومات اللي عندنا. والله حصل. فلا خلينا متفقين عشان برضو هي ما تزعلش، لا احنا بنستفيد وهي بتستفيد. طب انت لا انا مش عندك، هزعل انا متبادله. انا المشكله ان انا يعني انا كل ما ابص في التايمر وبلاقي ان احنا مثلا كسرنا رينج ال 40 دقيقه او الساعه تقريبا، بخاف من رد فعل هاجر ان هي يعني بحس من ان وراء الوقت. الكرسي. انا بخاف من رد فعلك انت بس. طب هقول لك على حاجه، يعني خلينا احنا كده ايه، بس إن الكلام ممتع جدا وانا مستمتع بالكلام بصراحه. يعني احنا تقريبا احنا بنجيب او كنا متفقين ان احنا هنجيب ضيوف علشان نفيد الناس بمعرفتهم وبخبرتهم وكده، احنا اللي بنستفاد. يعني احنا اللي تقريبا دي الحلقه تقريبا الثانيه اللي احنا بنستفاد اكتر كاستفاده شخصيه بجد ما دي والله. حقيقه، دي حقيقه. ما زي ما انا ذكرت دلوقتي مثلا اللقاء بتاع محمد سجماني مع المصمم السعودي، انا استفدت منها. فانا لما بشوف بالظبط. بودكاست او بشوف فيديوهات زي كده، لا بستفيد معلومات جديده، بعرف حاجه جديده. صح صح جدا. فدايما باستمرار لا زي ما انت قلت كده، احنا ما بنوقفش تعليم. لو وقفنا اصلا تعليم خلاص مستوانا هيثبت عند مرحله معينه. طب هاجر عشان بس ايه تبقى داخله معانا في الحوار، انت نعم نعم الله عليك يا استاذه هاجر. انا بص، طب هقول لك على حاجه، احنا مش هنطول اكتر من كده علشان بس ايه ما ايه ما تدخليش معانا في لا والله جدال. العظيم. انت لا 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 مستمتع، انا والله. عارف ان الكلام انت هتقولي انا مستمتعه جدا وبستفاد من المعلومات وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. دي انا طبعا حقيقة انا والله. نفسي والله اقعد لحد بكره كمان. طب بص هقول لك على حاجه، خلينا بقى ايه فقره السبوره بتاعت ابراهيم فايق. دي اسئله سريعه كده، يعني مثلا ممكن ان تمام. احنا نختم بيها كده اسئله سريعه، وانا بحب اسالها على المستوى الشخصي لكل حد تقريبا بيجي معانا. سؤال يعني اللي هو ايه ده يا ده، الاستريتور ولا الفوتوشوب؟ انت قلت الاستريتور من شويه، انا عشان كده بقول لك ما تحرقش اسئله. بلا منازع. افضل اداه بتحبها في الاستريتور؟ افضل اداه باسفندر.
غششني، قول معايا. الشيب بيلدر. الشيب بيلدر. ايوه بس طبعا. هي شيب بيلدر، انت وصلت للشيب بيلدر دي الشيب خلاص. بيلدر دي المتعه كلها. انت صح. انت اصلا عشان تشتغل اي حاجه، تعمل شكل وعايز تجمع شكلين في بعض، عايز تعمل حاجه، انت بتشتغل على الشيب بيلدر. حلو. اول راتب اخدته من الجرافيك كان كام؟ رقم كده اول سريعا. راتب اه. اول راتب اخدته من الجرافيك مم. 200 جنيه. حلو قوي. سؤال ما كانش برضو. من الجرافيك، لا معلش، ما كانش من الجرافيك، كان اه من المطبعه. ماشي، هو يعني من المجال في عموما. المجال يعني. طيب اجابه كده بس ايه، ما تفسرش، اللي هو شركه ولا فريلانسر؟ يعني ايه الافضل بالنسبه لي؟ اه. فريلانسر. حلو. شغلك كمحاضر ولا كجرافيك ديزاينر؟ طب ما برضو الاثنين. والله انت صدقني اقسم بالله انا بفرش انت بس اصبر معايا. طيب جميع ما سبق. انا كان بص انت حط اختيار جميع ما سبق، يعني ديزاينر ولا جميع ما سبق بالظبط. جميع ما سبق. طباعه ولا سوشيال ميديا؟ انت طبعا من كلامك قلت طباعه، يعني طباعه طبعا. كلام كان مشوق جدا وكلام كان حلو جدا بصراحة. ولو قعدنا نتكلم من هنا لبكرة بصراحة مش هنخلص كلام ومش هنوقف كلام، لأن كلام الكلام ممتع ممتع بصراحه، بصراحة. الكلام في المجال. بالظبط، الكلام في كلام، المجال ممتع جدا. وبالذات لما تلاقي حد كمان زي دماغك او دماغ واحدة، فدي بتفرق جدا. بالظبط صح. فعلشان برضو هاجر ما تمسكش في خناقي انا وانت كده كده هتمشي هندسه وهتسيبها لي انا، او هتسيبنا مع بعض يعني. أيوة. فاحنا ممكن نكتفي بهذا القدر برضو علشان ما نطولش وقت الحلقه اكتر من كده على الناس، تبقى حلقه خفيفه كده، والمعلومات اللي فيها ان شاء الله تكون تفيد الناس يعني. الحمد لله، وكان معلومات حلوه جدا. فاحنا ممكن نكتفي لحد دلوقتي. وفي الاخر بنقول دايما ان احنا، او في الاخر برضو لازم ان انا اشكر باشمهندس ياسر اللي كان مشرفنا ومنورنا النهارده في الحلقه او في السيزون الثاني من مشكل انا اللي جرافيك. شاكر ليك والله، يعني الله بجد يخليك. انا كنت سعيد جدا باللقاء النهارده. الله يخليك والله، ده شرف لينا طبعا، وان شاء الله تنورنا في جزء تاني وتالت ويبقى معانا حلقات كتير ونستفاد من خبرتك طبعا. في النهاية بنحب نقول للناس احنا موجودين على بوديو، موجودين على ابل بودكاست، موجودين على سبوتيفاي وجوجل بودكاست، وكمان موجودين على اليوتيوب. تقدر تتابعنا على كل دول باسم مشكل جرافيك. لينا البيج الخاصة بينا على الفيسبوك اللي بننزل عليها حاجات بصفة دورية، ريلز وأسئلة وحاجات ممكن تفيد الناس. يعني احنا مش مجرد بودكاست بس، احنا بننزل حاجات تفيد الناس في مجال الجرافيك، لان ده هدفنا. زي ما كنا بنقول مع باشمهندس ياسر طبعا وذكرنا الكلام ده، ان هو زكاة العلم نشره، فاحنا عايزين نفيد باكبر استفاده، سواء من خلال البودكاست او من خلال الريلز اللي احنا بننزلها. عندنا برضو على البيج بتاعتنا هاشتاج اسمه اسال مشكل، تقدر تدخل تسال السؤال اللي انت عايزه وبنجاوب عليه في فيديو، او تقدر انت تطلع معانا لايف تسجيل حلقه كمان كامله وتسال الاسئله اللي انت عايزها كلها. دي كانت الحلقه او حلقه جديده معانا من مشكل جرافيك، وان شاء الله ما تكونش الحلقة الأخيرة، تكون متابعين معانا دايما، ونوعدكم بحلقات تكون جامدة كده برضو. فدي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، ونشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من مشكل جرافيك.